طب ايه هتاكل ايه النهارده ولا هنعمل ايه؟ عايزين نطلب اكل. بس حاسس ان انا محرج ايه اطلب اكل دي وانا شيف. بس ساعات بنطلب اكل عادي. بجد؟ لا خلينا نطلب حاجه. طيب بدل ما هتطبخ فين دلوقتي؟ نفسي شويه ممبار كده مقرمش من بره كده الله. وطري من جوه. الله. متبل حلو كده. ويا سلام لو معاها مثلا طماطم متبله برضو. بس حواوشي. نطلب حواوشي. تحبش الحواوشي؟ لا انا بموت في الحواوشي. يكون كده برضو ايه، متبل حلو. انت ليك في التتبيله. يعني بقى التتبيله بتفرق الحاجات معاك الشرقيه انت. دي بتبقى طعمها حلو لما تبقى كده. بس طب لما بجد نخلص يبقى بقى ناكل الحلقه شرقي. النهارده. ناكل شرقي. نخلص النهارده الحلقه حواوشي وممبار. اه قشطه ده. حلو، يلا طب بينا. يلا تيجي نقوم لازم دلوقتي. نخلص الحلقه الاول. نبدأ. طيب يلا بينا. مساء الفل عليكم وحلقة جديدة من بودكاست مستني ايه. وزي ما عودناكم كده دايما بنجيب توبكس بتهمكم وتوبكس حلوة. توبك النهاردة بالذات انا يعني مش كان نفسي اقوله قريب من القلب بس هو قريب من البطن الصراحة. يعني حلقة دسمة، حلقة ما يتشبعش منها. وده ليه؟ لان احنا معانا النهاردة شريف عفيفي. ازيك يا شريف؟ يا اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ منورنا زي الفل. اولا ومبسوط جدا ان انت معانا النهارده. انا اللي مبسوط جدا ومتحمس جدا. انا متحمس جدا جدا وجعان جدا جدا من قبل يلا ما بينا. نبدا اهون. بس هنخلص ونشوف بقى هناكل ايه بعد ما نخلص ان شاء الله. يلا بينا. حبيبي نورني. حبيبي. على المستوى الشخصي انا بحب الاكل جدا جدا. والناس دايما بتقول لي ان انا عكاك وبضرب بقى اكل بقى زي ما بحب. وده طبعا مش احسن حاجه. بس في ناس كتيره في ناس كتيره جدا بتحب الاكل وشغفها ان هي تجرب وتاكل كتير. بس الموضوع معاك مختلف. انت مش بتاكل كتير بقى، انت بتطبخ كتير. ده حقيقي. فخلينا الاول ندي انترو كده عنك. عرفنا بنفسك ومين شريف عفيفي. انا اسمي شريف عفيفي. شيف مصري وشغوف جدا بالاكل من الطفوله من الصغر. وبسبب شغفي للاكل ده قررت ان انا اغير مجال العمل بتاعي، غيرت الكارير بتاعي. من درست اداره اعمال وتجاره، واشتغلت في شركات متعدده، شركات اتصالات، شركات عربيات، شركات مختلفه ومتعدده في مجال اداره الاعمال بقى، في السبلاي تشين، في اللوجيستكس، في الماركتنج شويه، في السيلز كتير. انت اشتغلت حبه يعني. ده انت حقيقي. قعدت بتخصصك قد ايه؟ قعدت كام سنه 10 مثلا؟ سنين 10 سنين بالظبط. فقعدت 10 سنين بشتغل في مجال الدراسة بتاعتي. ما كانش مجال الدراسة هو مجال الشغف، او ما كانش هو الشغف بتاعي. دراستك وشهادتك فبتشتغل بيها يعني زي اي بالظبط. حد. لكني بحب الطبخ جدا، ومحبتي للطبخ ما كنتش عارف هتوصل لفين. يعني وانا بحب الطبخ كده، مش عارف هو انا ممكن اعمل ايه بالمحبة دي، يعني ممكن اروح فين. بس خليني اسالك يعني انت بتحب الطبخ يعني انت ازاي بتفرق ما بينك بتحب الطبخ وبتحب الاكل؟ يعني انا بحب الاكل بس ما عنديش مشكله ان انا اقف اعمل حاجه بحبها مثلا. بس ان انا اخدها كارير اكيد في حاجه انت حسيتها نورت معاك ان لا هو ده مش حب عادي، هو ده حب ان انا هسيب عشان كل حاجه. فاهم؟ عارف؟ لا، هو انا مش بحب الاكل، انا بحب الرياكشن اللي بشوفه على وشوش الناس من لما اكل يدوق انا اكل عامله. حلو اوبا. هو ده الموضوع لا ده من وجهة موضوع نظر. موضوع كبير. لا بس هو غريب يعني. مش غريب طبعا لان بس انت واحد تخصصت في حاجه ده ودرستها حقيقي. واشتغلت بيها زي ما كلنا بنعمل. بس فضل في بالك الحاجه اللي انت طول عمرك بتحبها. صحيح. اللي هي اكيد عند كل واحد مننا حاجه بيحبها. ويمكن ده الهدف اصلا من البودكاست اللي احنا بنعمله، ان انت ازاي تجري ورا شغفك ومستني ايه عشان تحقق الحاجه اللي انت بتحبها ونفسك تعملها. انا من وانا طفل صغير كان في شيء بيثير اهتمامي جدا. لما كنت بروح ازور جدي وجدتي، كان اليوم اللي جدي بيبقى عامل فيه الاكل كان بيبقى طعمه حلو جدا. وانا طفل عندي 6 سنين 7 سنين لغايه ما بقى عندي 10 سنين كده، فبستغرب جدا هو الراجل ده ازاي بيطلع الاكل الحلو ده. لانه انا متخيل دايما كطفل، متخيل دايما انه الست هي اللي بتعرف تعمل اكل، او الست هي اللي بتطبخ. انا كنت لسه اسالك فطبيعي اصلا انت جدك اللي بيطبخ بالظبط. يعني طبيعي انه جدتي تبقى بتعمل اكل حلو. اشمعنى يوم ما جدي بيعمل اكل حلو الاكل طعمه بيبقى حلو احلى قوي قوي. كده. فلما كبرت شويه وبدا جدي بقى يحكي لي الحكايات والقصص، عرفت ان جدي كان شيف اصلا. قعد يحكي لي فتره طويله عن الشغلانه اللي هو بيشتغلها وتفاصيل كتير قوي ليها علاقه بالاكل، خاصه ان هو كان شيف في قصر الاميره شويكار. اوبا. فعنده قصص وحكايات ملكيه. يعني الموضوع متأصل اصلا. انت جدك يعني دي كانت المهنة بتاعت جدك وبيشتغل انا فيها. دي مهنة جدي، لكنه ابويا درس تجارة وإدارة أعمال زيي واشتغل في مجالات مختلفة، وكل العيلة بتاعتنا فرحنا الله. اشتغلوا بقى في مجال التجارة، في إدارة الأعمال، في مهندسين، في دكاترة، في ناس بتشتغل شغلات مختلفة. الحاجات الغريبة دي يعني. بالظبط. ففي انقطاع ما بين
المهنه اللي كان شغالها جدي وما وما بين بين الحاجات بقى اللي ابويا وعمامي وخلاني يشتغلوا. شغله. عشان كده كان في تحدي ابقى احكي لك عنه كده لما قلت لهم انا عايز ابقى شيف. فاللي هو ايه ده؟ طب محدش احنا قدر يقف قصادك احنا بقى. علمناك ودرست وعلمناك وبقيت راجل من وجهة نظرهم، بقيت راجل محترم. انت ازاي بقى عايز دلوقتي تبقى شيف؟ هو الشيف كده مش محترم؟ بيخبطوا ايه يا بقى جماعه ولا الكلام إيه؟ كده بيخبطوا بقى، بالظبط. فاهم اللي هو نظره يعني بتبقى نظره طبعا. المجتمع، هم أيوة. شايفين كده. احكي لك عن ده بالتفصيل يعني. فخليني بس اكمل لك فكره انه ده اللي اثار فضولي. انه زي جدي بيعمل اكل طعمه حلو كده، ايه ده هو كان شيف؟ طب يعني ايه شيف؟ وحكاياته عن الاكل والولائم الملكيه، وانه وطرق الطبخ زمان وكانوا بيعملوا ايه، والمكونات والاطباق المختلفه من حول العالم. كان بيحكي لك يعني. ايوه طبعا. أوبا. كان بالنسبه لي عالم مبهر مليان تفاصيل كتيره جدا. تفاصيل. وانت طفل كمان الخيال بتاعك بيبقى واسع جدا، فانت بتركب على القصه 1000 قصه وتقعد تتخيل ده كانوا بيعملوا كذا، يا نهار ابيض، وهكذا. وبعدين مش بيعمل اكل ولا اتنين، انت بتتكلم في بالظبط. ولايم وقصر، يعني بيعمل اكل كتير حقيقي. ومعاه تيم ومعاه ناس وبتاع في الموضوع على مستوى الشغف ده كبر جوايا، لكنه عمره ما تحول لفكره قابله للتطبيق. يعني هعمل ايه؟ خلاص انا درست ثانويه عامه حلو. ودخلت كليه تجاره جامعه القاهره زي عمامي وزي ابويا، واتخرجت منها ودرست واشتغلت في التسويق وفي السيلز وفي اللوجيستكس والسبلاي تشين في شركات مختلفه. حلو. فهنا انا بعدت عن الشغف بتاعي، لكني ما كنتش شايف ازاي هقدر اصلا اخد الشغف بتاعي ده من مجرد ان هو شغف ان هو يكون مهنه تحترف. احترفها. فده كان تحدي. بس كان جواك الشيء كان يعني جوايا، طول ما انت بتشتغل في الشغلانات المختلفة بشهادتك، كان جواك حتة دايما منورة معاك موضوع الطبخ جدا ده. بس مش عارف اعمل ده ازاي. القصه بس انه في المرحله دي وانت مش عارف تعمل ده ازاي، قدامك طريق من الاثنين. يا اما ان انت تقعد تحاول تفكر هتعمل ده ازاي وتطرق الابواب وتقرا وتحاول تلاقي طريقه مناسبه ليك، يا اما ان انت تستسلم. وتكمل في حياتك. وده الطبيعي ان معظم الناس ما بيخرجش بره الكومفورت زون بتاعته. هتخرج بره الكومفورت زون بتاعتك هتحقق نتائج غير اعتياديه، ممكن تبقى كويسه جدا وممكن تبقى وحشه جدا. صحيح. بس انا الريسك ده او المخاطره دي بالنسبه لي فيها ادرينالين كده انا محتاجه وبحبه جدا. فعشان كده خدت القرار. انت بتقولش انا مثلا ايه، انا هسيب الهندسة وهشتغل في البيزنس، لا انت هتسيب البيزنس وهتشتغل في الطبخ. صح. نظرة الناس كانت ازاي لما عملت حاجة زي كده؟ هو ده واحد من الحاجات اللي بتضغط عليك، او خليني اتكلم عن نفسي. ده واحد ضغطت عليك. او دي حاجه من الحاجات اللي كانت بتضغط عليا. انه انا شغال في موظف في شركه مرموقه مالتي ناشونال وليا مكانتي في المجتمع، صحيح. عايز اتبع الشغف بتاعي، فهتنازل عن ده او انا متخيل ان انا هتنازل عن ده. والناس المحيطين بيا اللي هم بيحبوني وبينصحوني من قلبهم شايفين كده برضو، وبيحاول ان هو يخليك ما تعملش كده عشان خايف عليك. بس في الحقيقه انه انت محتاج تنشئ الشكل الخاص بيك في كل حاجه بتعملها. يعني انت بتحاول وهتاخد مخاطره محسوبه، هتقعد كده تقول طب انا لو عملت كذا هشتغل فين، طب لو اشتغلت هناك هاخد كام، طب هيبقى ساعات العمل عامله ازاي. حسبتها كده، قعدت تحسبها عادي جدا. أوكي. الحسبه دي في الغالب ما بتبقاش اكيوريت 100%، لكن طالما انت حاسب فبتبقى عندك تخيل ايه اللي ممكن يحصل. لما يكون عندك التخيل ده بيبقى عندك استعداد لتقبل العواقب. فاهم قصدي؟ طبعا. فطبعا كان عندي الخوف ده، وطبعا دي كانت واحده من التحديات اللي موجوده، ولكن قدرت الاقي في مهنه الطبخ مجالات هعرف اشتغل فيها جوه مهنه الطبخ. بالظبط، لان الموضوع واسع جدا. يعني انت في مهنه الطبخ لما هنتطرق بقى لمهنه الطبخ نفسها ونتكلم فيها انت جوه مهنه الطبخ في آلاف الوظائف. انت مش لازم تبقى شيف واقف بتقطع خضار او شيف بتطلع الطبق، ممكن تعمل حاجات كتيره جدا. زي انت ممكن تكون الشيف ده، او ممكن تكون شيف بيطلع كونسبتس، فانت وظيفتك ان انت تطلع افكار للاطباق، حد تاني يطبقها. طبعا يعني حد طلع متخصص الفكره في بس الاوبريشن يطبقها. اوكي. ممكن تبقى شيف متخصص في البيزنس، زي ما انا ده جزء من شغلي دلوقتي، انه انا جمعت ما بين دراستي وما بين الشغف بتاعي. تسويق قصدك ولا دراسه اداره الاعمال عامه. اوكي. فانت دلوقتي بتبقى شيف ليه علاقه بالبيزنس. يعني انا مثلا دلوقتي بعمل ايه؟ شغال في احدى الشركات ليه علاقه بالاكل، شغال زي كونسلتنت. حلو. فانا بنصح كل وظيفه في الشركه
ازاي الاوتكم بتاع الشغل بتاعهم يبقى ريليفنت للسوق اللي هم بيخاطبوه. فمثلا فريق من التسويق بيحط خطط تسويقيه، انت بتقول له ازاي الخطه التسويقيه بتاعته تبقى لايقه على المينتاليتي بتاعت الشيفات وسوق العمل بتاع الشيفات، فيعرف يحط خطه تسويقيه يوصل بيها للفئه المستهدفه اللي هو بيحاول يستهدفها. ودي بتختلف من بلد للتانية طبعا، من بلد للتانية، من ثقافة من للتانية. شانل للتانية، من ثقافة للتانية. او مثلا فريق البيع سيلز بيعرف يبيع، بس علشان يعرف يبيع منتج ليه علاقة بالاكل او يعرف يبيع طبق معين محتاج لازم. تدريب ليه علاقة بالاكل. فانا عندي الحته دي، انا عندي حته البيزنس وعندي حته الاكل، فبعرف اديله تدريب ازاي يبيع للشيف، ازاي يبيع للفود اند بفرج مانجر في الاوتيل. يشتغل على ايه عشان يبيع فكرة ومن ناحية الاكل. بالظبط. انا بحب الطبخ حب غير مشروط، مش مستني منه والله، جملة قوية مش جدا مستني منه جداً. مقابل. فاهم قصدي؟ ايه علاقه ده بقى بكوريا والمطبخ الكوري نفسه؟ انه لما بدات الدراسه دي او في منتصف الدراسه دي بمعنى اصح، كان في مسابقه. المسابقه دي بتعملها وزاره خارجيه كوريا الجنوبيه في دول مختلفه حول العالم عن طريق السفاره بتاعتها، علشان تروج للثقافه الكوريه عن طريق الاكل. بيعملوا لنفسهم تسويق، فبيروحوا مدارس الطبخ في العالم في الدول المختلفة وبيختاروا ناس يعملوا مسابقة عن الأكل الكوري، فيزودوا ثقافة الناس عن الأكل الكوري ويخلوا الشيفs في البلاد دي يعني تحاول تتعلم وتعرف عن الأكل تجرب الكوري. الاكل الكوري. المهم الشيف اللي بيدرس لي في الكلاس اللي أنا كنت فيه قال لي قال لي يا شريف أنت هتبقى واحد من الناس المتسابقين. قلت له أنا ده أنا بقالي بالظبط شهرين بدرس طبخ، وانا مش شيف في الحقيقه، وزمايلي بقى شيفات في الاوتيلات العالميه في المطبخ الاسيوي، وانت لسه ما خلصتش الكورس اصلا اللي انت بتاخده. الكورس ومش عارف يعني مش مش شايف نفسي في الحته دي. خفت طبعا، اكيد جدا. خفت وحاسس انه انا لا شيء يعني، وهنافس ناس عمالقه بيشتغلوا الشغلانه دي كل يوم الصبح. هي كانت مفتوحه، مش شرط حد لسه بادئ يعني، المهم مفتوحه ان هو لاي يكون في حد. مدرسه الطبخ، تكون في مدرسه الطبخ. وكان في ناس كمان من بره مدارس الطبخ يعني. اوكي. فكان بالنسبه لي ده تحدي جدا، وكان بالنسبه لي طب انا هعمل ايه؟ طب انا ازاي هنافس الناس دي؟ يعني ازاي هنافس شيف شغال في المطبخ الكوري في الاوتيل الفايف ستارز؟ اوف، انا اصلا تشالنج كبير. بالظبط، تشالنج كبير. فكان بالنسبه لي ده تشالنج كبير جدا. فهمت بس المسابقه ايه اللي بيحصل فيها وهم طالبين ايه من الناس و... وايه ازاي تنجح في المسابقه دي. حاولت افهم المطلوب بالظبط. ففهمت انه اللي هيحكم في المسابقه دي هو سفير كوريا الجنوبيه في القاهره. قلت تمام، دي اول معلومه. تاني معلومه، المسابقه دي انت محتاج، او الطبق اللي انت محتاج تعمله محتاج يبقى طبق تقليدي كوري جنوبي، لكنه في نفس الوقت معمول بطريقه ليها علاقه بالاكل المصري، لان هو عايز يمزج ما بين طب يصعبها ثقافه بالظبط. لا انا هو مش بيصعبها، هو عنده هدف. الهدف بتاعه ان هو يعرف الشيفات في مصر على ثقافه الاكل الكوري، فعايزهم يتعلموا وفي نفس الوقت يبقى الاكل منطقي ومعمول بمكونات مصريه. فالمهم قعدت بقى على يوتيوب وقعدت احاول افهم عن الاكل الكوري وبيحصل فيه ايه ومش عارف ايه والكلام ده كله. وكمان لما عرفت ان السفير هو اللي هيحكم، فقلت اكيد الموضوع مش طبخ بس. فدخلت قريت عن الثقافه الكوريه، ثقافه الاكل في كوريا واللي حصل وتطور كوريا الجنوبيه نفسها والحرب. درست الموضوع من كل النواحي يعني طبعا برضو مش عايز يعني انا مش علامه يعني، قريت على ويكيبيديا. ايوه بس طبعا يعني بس كويس اجتهدت اتليست ان انت تشوف حاولت الم بعض المعلومات. ففهمت فين الفخر بتاع الكوريين. هم بيفخروا بايه؟ هم بيفخروا بان هم بقوا دوله محترمه ومتطوره، وان هم خرجوا من الحرب الاهليه، الجزء الجنوبي يعني اللي انا كنت فيه، خرجوا من الحرب الكوريه اللي هي كانت ما بين الكوريتين، وخرجوا دوله متطوره ودوله محترمه جدا، وبقوا دوله هم بيفتخروا وقف على رجليهم بقى وبقت فده بالنسبه لهم فخر كبير جدا. فكان ده مدخل ان انا اطلع الاول في المسابقه دي. حلو. عملت ايه بقى؟ انه عملت ايه بقى؟ لا ربطت ازاي؟ قولي. والله عملت حاجه بالنسبه لي دلوقتي لما بسمعها بحس ان هي عاديه جدا، بس بالنسبه لمستوى مهارتي ساعتها ونظره المتلقيين ساعتها كانت حاجه عظيمه جدا. عملت طبق اسمه طبق بولجوجي، هو طبق لحم مشوي بيتعمل بالفواكه، وفي الطبق ده بيتحط صوص، وبيحط صوص من تحت كده. فانا عملت كده انه انا رسمت العلم بتاع مصر والعلم بتاع كوريا الجنوبيه بالصوص، وعملت الاكل بالطريقه التقليديه زي ما بيتعمل هناك بالظبط.
ولما الراجل قال لي انت ليه عملت الطبق ده بالشكل ده او كده، ما اتكلمتش بس عن الطبق، اتكلمت على انه الطبق ده انا عجبني لما دقته وعملته بالطريقه الفلانيه ومزجت ما بين الثقافتين بالشكل ده. وفي نفس الوقت انه حكيت له على انه قد ايه الطبق ده بيمثل. طبعا الكلام ممكن يبقى كبير كلام قوي يعني كبير قوي. بس يعني انا قلت نجعلص الكلام بالظبط. عشان نكسب. قد ايه انه الفخر ده في محله، ان انتوا تحولتوا من دوله دولتين متحاربتين الى دوله محترمه ومتطوره ومتقدمه. فالراجل انبهر جدا وحس سمع النشيد الوطني في ودانه فقام سقف وقال لي يا ابني زي مافيا، فاهم؟ شكرا جزيلا. بس فهو ده اللي انا استفدته من البيزنس حتى كمان في مجال الطبخ. في حته انت قلتها في النص لما ترشحت من اللي بيديك الكورس. صحيح. وانت لسه في الكورس، ده معناه ان هو شاف فيك حاجه، انت راجل تقدر تكمبيت، او شاف فيك فعلا ان الشغف دون ممكن يترجم بحاجه كويسه، وان انت تقدر توصل. صحيح. وده بيبروف ان انت يعني ان انت في حتتك دي شاطر، او ان الشغف ده فعلا كان يستاهل ان انت تمشي وراه. ما بتبقاش عارف بقى ده ساعتها يعني طبعاً. يعني وانت في الموقف نفسه ما بتبقاش مدرك ده. فعشان كده مهم جدا ان يكون الناس، في ناس حواليك صادقه في مشاعرها تجاهك، وان هم يكونوا عايزين يساعدوك بجد. دي بتبقى يعني بلس مهمه جدا لو عندك هتستفيد. فهو يدفعك ويعرفك انه انت عامل كويس، سيبك من اللي انت فاكره تجاه نفسك، انت بتأدي كويس، كمل هتوصل في يوم. الناس دي موجوده، بس الناس العكس موجودين في لا. بقى اللي كان بيهدك في 100% الاتنين موجودين. كان بيتقال لك ايه بقى؟ كان بيتقال لي مثلا انه انت مين انت عشان تعمل كده. لما اكلمك بقى في اتنين تحديين، الناس اللي معاك في المجال او في المهنه، الكوميونتي نفسها، اللي هو مين الطفل اللي داخل ده يا جماعه، ده انت عايز ايه يا ابني؟ انت جاي تعمل ايه هنا؟ فاهم قصدي؟ حسيت بالنظره دي خاصة ولا لانه هم ناس رجاله كبار بشنبات وبقالهم سنين بيقدموا اللي هم بيقدموه او بيعملوا اللي هم بيعملوه او ممتهنين المهنه دي. صحيح. فبيبقى بالنسبه لهم ده مين ده وجاي يعمل ايه؟ بس انت احنا لاحظت كبرنا ده وشعرنا ابيض في هذه المهنه. في فاهم نظراتهم ولا اتقال لك صراحه في وشك؟ ساعات يعني بتشوف ده في نظراتهم في التعامل معاهم، وساعات بيتقال لك ده بشكل صريح. بس خليني اقول لك الحاجه، ده شيء طبيعي ومش من مصلحتك كشخص شغوف او شخص عايز تعمل حاجات مختلفه ان انت ده يبقى بيشغل بالك بشكل كبير اكبر من حجمه. انت لو سبت نفسك للجزئيه دي مش هتنتج. فهتبقى بتفكر ازاي تدافع عن نفسك او ازاي ان انت بصين لك النظره دي عادي. انت في طريقك، اعمل اللي انت شايف، اعمل اللي انت حاسس ان هو بيمثلك، بس خلاص سيب كل واحد يعمل اللي هو بيمثله. صحيح. دول اول ناس اللي هم في الكوميونتي بتاعت المطبخ نفسه. بالظبط. في ناس بقى اخرين من اصحابك واهلك واصدقائك، هم بينصحوك عشان هم بيحبوك، ومن وجهة نظرهم انه انت مش المفروض تعمل كده لان انت كده هتخسر، او انه انت كده مش هتحقق اللي انت عايزه، او انت هترجع عن اللي انت فيه ده وتبقى ضيعت وقتك وسبت شغلانتك وخسرت فلوس وخسرت بقى حاجات كتيرة جدا. قوة شغفك تجاه الحاجة اللي انت بتحبها هو ده اللي بتحرك، البنزين اللي بيحركك. صحيح. فلو انت عندك بنزين كافي هتوصل لمشوارك، لو ما عندكش بنزين كافي هتوقف في نص الطريق. طب بما انك يعني انت برضو اثرت النقطه اللي كنا هنتكلم فيها دلوقتي، اللي هي الطريق الصح بقى. اي حد بيسمعنا النهارده وشغفه الاكل، وشغفه مش الاكل اللي هو اللي يدوق الاكل، شغفه ان هو الطبخ يبقى شيف او يمتهن الحته دي، يبدا ازاي؟ اولا يحدد هو بيحب ايه بالظبط في الطبخ، وده ممكن ما يتعملش بسهوله. يعني ممكن اللي بيسمعني دلوقتي وبيحب الطبخ، او اللي بتسمعني دلوقتي وبتحب الطبخ، ممكن ما يبقاش عارف هو عايز يبقى ايه في مجال الطبخ. صحيح. ما يقلقش، طالما بيحب يستمر هتعرف بالوقت. يعني انا قعدت مثلا سنتين مش عارف انا هشتغل ايه في مجال الطبخ وانا بدرسه، بس وانا بسافر وانا رايح وانا جاي مش عارف انا هبقى شيف ايه. يعني هشتغل ايه؟ هشتغل شيف في مطعم، ولا هشتغل شيف في اوتيل، ولا انا اروح فين؟ انا يعني اودي الطاقه دي فين؟ مش عارف. ايه اصلا التخصصات دي كانت قدامك كنت شايفها ولا ما شفتهاش غير لما دخلت الكوميونتي؟ قبل ما ادخل ما كنتش عارف اي شيء. مش عارف اي شيء. كنت عارف انه في شيف بيطبخ بس. شكرا جزيلا. ما اعرفش اي معلومه اخرى. لما دخلت بدات اعرف، لما عرفت بدات اشوف ايه اللي مناسب لامكانياتي وشخصيتي. صحيح. ايه اللي ايه اللي هعرف اعيش اللايف ستايل بتاعي جواه، وهيبقى بالنسبه لي شيء منطقي.
طيب بعد ما فزت بالمسابقه بتاعت كوريا يا شريف، ازاي دي كانت نقطه تحول بالنسبه لك؟ يعني بعديها اكيد انت خدت المركز الاول. خدت المركز انا الاول، ده حقيقي. خدت المركز الاول، ففزت بالمسابقه وسفير كوريا وموضوع كبير، وانت لسه بتدرس ولسه في صحيح. في الكورس. عملت ايه بعديها بقى؟ التحول كان ازاي؟ هنا بقى نورت قدامي الصورة بشكل شبه مكتمل، مش مكتمل يعني بشكل 100%، بس شفت نفسي. خلاص يعني بقى. شفت ده انا هعرف اشتغل الشغلانة دي وامزج ما بين الدراسة اللي انا درستها في إدارة الأعمال واللي انا بدرسها دلوقتي في الطبخ، وهعرف اطلع حاجة، اطلع منتج خاص بيا اسمه مهم. شريف، بيقدم للناس حاجة مختلفة، بيقدم للناس طبخ مع جزء ثقافي، وفي نفس الوقت ليه علاقة بإدارة الأعمال والبيزنس. تسويقي، اه. بس هنا لما ده حصل، عرفت ساعتها وتيقنت ان انا ليا مكان في المجال ده. وعملت ايه بقى؟ يعني دي النقطه اللي استقلت فيها، سبت كل لا، حاجه؟ ما مش طبعا دي لا، لانه دي كانت نقطة يعني اتكونت جوايا واقف، الفكرة، لكن خلاص. الفكرة طريقة تطبيقها مفيش آلية لتطبيق الفكرة دي على مم. الإطلاق. اوكي. والآلية دي اتطورت بالوقت. يعني انا بس عرفت ان انا هعمل ده، هعمله ازاي انا مش لسه عارف. لسه مش عارف. فبالوقت بدات اجمع معلومات، ده انا ممكن اعمل كذا، طب انا محتاجه بقى ادرس دي كمان دلوقتي. طب صدق ده ينفع، طب ليه ما نعملش كده، اقدم برنامج في التلفزيون، طب هل انا عندي امكانيات؟ هل انا عندي امكانيات؟ هل انا اصلا حابب الموضوع ده؟ ما كنتش عارف حابب ولا مش حابب. اول حلقه عرفت فيها ان ده مكاني، انا مخلوق علشان اعمل كده. اوكي. ايوه صح، بتحس جدا، بده طبعا. فاهم قصدي؟ وما بتبقاش عارف من البدايه الصوره بالشكل الكامل ده، فمحتاج تاخد الخطوه وتجرب، وبعد كده تقرر وتعمل اسسمنت لنتائج التجربه بتاعتك. طب امتى عرفت يا شريف ان انت خلاص المفروض تكمل بقى، انت هتاخدها كارير وان هو لا رجعة فيه؟ عرفت ده بعد فوزي في المسابقه دي، مع اني ما كنتش عارف الاليه زي ما كنت بقول لك، ما كنتش عارف اوكي. اليه تطبيق ده، لكن عرفت ساعتها انه انا ليا مكان هنا، وان انا هعرف اطور شكل معين للشغلانه متناسب معايا. ساعتها قلت ايوه، انا هشتغل الشغلانه دي، مش عارف بالظبط هعمل ايه، لكني هاخد بالاسباب. ايه بقى الاسباب دي؟ الاسباب دي ان انا ادرس، ان انا ابقى في تعلم مستمر، ابقى دايما عارف انا بعمل ايه، ان انا احدد مهاراتي، ابقى عارف كده اعمل سكور كارد اكتب فيه انا عندي المهاره دي والمهاره دي والمهاره دي، احطهم على جنب، واعمل كارد تاني اكتب فيه الوظيفه اللي انا عايز اشتغلها محتاجه المهاره دي والمهاره دي والمهاره دي، واقارن الاتنين ببعض، اشوف انا عندي قد ايه من المهارات اللي انا محتاجها عشان اشتغل الشغلانه دي، وايه المهارات اللي مش عندي، وايه المهارات اللي مش موجوده عندي اصلا وما ينفعش تتطور. في حاجات لو مش موجوده عندك خلاص مش موجوده عندك، فاهم قصدي؟ فساعتها ما تبقاش بتعمل مجهود في مكان غلط، ما تبقاش ضاع وقت. بتصرف وقت وفلوس صحيح. ومجهود وبتحلم حلم غير قابل للتطبيق. يعني فاكر اليوم اللي انت قدمت استقالتك فيه؟ قبل اليوم ده يا احمد كان عندي سنتين من العمل الشاق، كنت بجمع ما بين وظيفتين فول تايم جوب في نفس الوقت. ليه بعمل كده؟ لان انا لسه ما عنديش الاشورنس ان انا هعرف ابقى بس شيف. فازاي دي كانت طريقتي. خليني اقول لك الحاجه برضو يا احمد، اللي انت بتسمعه مني دلوقتي دي طريقتي في تحقيق او في الوصول للنقطه اللي انا فيها دلوقتي. مش شرط ان هي تكون طريقه كل شخص مش شرط بيسمعني، تناسب كل واحد. لكنها ممكن تكون ملهمه في بعض النقط، اللي هو ده هو عمل كذا، طب وصل للنقطه دي. فمش شرط. انا كانت طريقتي كده، انه انا اجمع ما بين الوظيفتين، وان انا اعمل سموث ترانزيشن انت من قررت ما البيزنس تاخدهاش للاكل. قفش يا شريف، انت بالظبط، تاخدها سموز، عندك شغلك بتدرس جنبها، صحيح، جمعت ما بين شغلتين في لمدة سنتين. ده حقيقي، ده ممكن مش ده اللي يعمله اي حد، بالظبط. ممكن حد ممكن يبقى ناس تنجح عنده بطريقه التولز اخرى عادي جاهزة جدا، ياخد القرار مرة واحدة. ده حقيقي، بس دي كانت الطريقه اوكي. الاقرب الاقرب ليا لشخصية ولشخصيتي انا، صح. فقدرت ان انا اعملها بالشكل ده. بعد كده خلاص في يوم من الايام جالي جوب اوفر بيجمع ما بين الطبخ واداره الاعمال، ووظيفه اسمها اكزيكتيف شيف. فانا شيف. فهنا خدت القرار اللي كان ساعتها سهل، مش خلاص. بس سهل، هو كان مبني له. فانا كنت مستني اليوم ده، او مستني انه انا اخد فاكر القرار اليوم ده؟ ده حقيقي طبعا، فاكر اليوم 100%. كان صعب عليك ولا بالعكس كنت مبسوط بقى؟ أنا الرحله كانت أخيراً. صعبه لكن اليوم كان حلو، او اليوم ده كان سهل. انا هعمل اليوم اللي ده انا اللي عايزه. تجانيت فيه ثمار المجهود، فكان صحيح. يوم بالنسبه لي حلو جدا. حلو. طيب خلينا نروح لحتة تانية، وهي المطابخ بقى المختلفة. هل ما هو الطبخ طبخ يعني، فاهم؟ في الاخر هي مجموعة حاجات بتحطها على بعض بتطلع تيست معين. صح.
ليه في كالتشرز مختلفة؟ ليه في كل بلد ليها اكل وليها، هل بيبقى صعب ان انت تروح وتعرف ولا لازم تدرس الكالتشر، ولا هي الموضوع مكونات والموضوع بسيط محتاج بس ان انت تبقى عندك خليني خلفية؟ احكي لك. الطبخ هو جزء من الثقافه، فالثقافات مختلفه عن بعض لكنها في نفس الوقت بتغذي بعض. طب ايه اللي بيفرق المطابخ عن بعض او ايه اللي بيحصل؟ بالظبط. هو المحصول او المكونات من الفواكه والخضروات، والمكونات والخامات اللي بنستخدمها في الطبخ في كل اقليم من اقاليم العالم. ده بيخلي الاطباق مختلفه واطعمتها مختلفه. لما تعمل صوص طماطم هنا في مصر مختلف عن لما تعمله في ايطاليا، حتى لو بنفس الريسيبي بالظبط. ليه بقى؟ لان الطماطم اللي مزروعه في مصر هنا طعمها مختلف، مش احسن ومش اوحش، طعمها مختلف. في اختلاف. بالظبط. طب ليه في اختلاف؟ عشان في اختلاف في التربه. ما هي الطماطمايه دي بتجمع عناصر جزء من العناصر اللي موجوده في التربه، فالتربه هنا تركيبتها مختلفه عن التربه في السعوديه، مختلفه عن تركيبه التربه في ايطاليا، مختلفه. فالخامات والمكونات نفسها بتختلف، فبيختلف طعم الطبق في النهايه. بس الشيء الجميل بقى في موضوع المطابخ المختلف ده ان المطابخ بترد على بعض، وانه ما نقدرش نجزم بشكل قاطع بهوية الاطباق. يعني صعب تقول انه المكرونة ده طبق ايطالي. انا عارف ان في ناس كتير هتستغرب من الكلام ده، هي ايطالي. لانه قبل ما ايطاليا تعمل المكرونة بالشكل اللي احنا عارفينه ده بآلاف السنين، الصينيين كانوا بيعملوا عجينة من الدقيق والمية، ودقيق مختلف، مش شرط من القمح، ويقطعوها وينشروها ويعملوها نودلز. ما هي نودلز مكرونه، الفرق بس في الصوص. فاهم قصدي؟ ايوه. وهكذا انت لو بحثت ورا كل الاكلات المختلفه حول هتلاقي العالم ليها اصول، مش هتلاقي ليها اصول متداخله. يعني ليها انت جيت أصول. لخبطتنا في اكتر حاججة احنا حافظينها وفاهمينها. تخيل أصلاً. بقى، المكرونة ايطالي، تخيل بقيه والبيتزا ايطالي. الاشياء. خليني اقول لك على مثال حلو قوي. جدتي كانت بتعمل طبق حلو جدا اسمه لبه. الطبق ده مشهور في الدلتا في مصر. الطبق ده عباره عن ايه؟ الطبق ده عباره عن رز بيستوي في لبن وشوربه بط، وبيقعدوا يسووه كتير مع سائل كتير، يحطوا له لبن كتير لغايه ما الرز يعجن ويبقى شبه الريزوتو، اوفر كوكد ريزوتو. اوكي. نفس الفكره دي موجوده عند الطلاينه بس في ريزوتو اللي هو مش اوفر كوكد من وجهه نظرهم. نفس الفكره دي موجوده عند السعوديين في طبق اسمه سليج. نفس الفكره بالظبط مع اختلاف بسيط في المكونات. نفس الفكره دي لما رحت اسيا شفتها في طبق مشهور عنهم بيتعمل بنفس الطريقه بس اسمه مختلف. فالطريقة واحدة في كله. الفكره الرئيسيه واحده، الفكرة واحدة، لكن الطريقه مختلفة سنه والمكونات مختلفه سنه، اوكي. بس الفكره واحده. وده اللي بيطبع بقى على طعم الاكله في الاخر. ده حقيقي. الفكره والكالتشر هي دي اللي بتفرق. يعني مفيش حاجه اسمها نفس في الاكل يعني، ده لا، النفس ده موضوع تاني. موضوع تاني. يعني في حاجه اسمها، انت مؤمن بالموضوع ان في نفس في الاكل؟ انا مش مؤمن بانه في نفس بوجهه النظر. يعني الميتافيزيكس، مفيش ميتافيزيكس في الطبخ يعني على الاقل عشان متخصص في مكونات الطبخ. وعملية. لكنه في سبب علمي وراء كل شيء بيحصل، في سبب معروف. ايه بقى؟ انا ممكن اقول لك على السبب العلمي ده بما ان انا تخصصي. طب لو انا اديت احمد سله فيها مكونات كشري، واديت شريف في سله تانية فيها نفس المكونات بالظبط، وقلت له هتستخدم 100% من المكونات وانا هستخدم 100% من المكونات، وانا هستخدم نفس الطريقه اللي انت شايفها قدامك وانا هستخدم نفس الطريقه اللي شايفها قدامي، هيطلع الطعم مختلف. طب فين بقى؟ أيوة. فين الجزء، فين الميتافيزيكس في الموضوع؟ فين الحته الشهقه فين؟ القصه انه الطبخ هو عباره عن كيميكال رياكشنز، تفاعلات كيميائيه بتحصل، وكمان التسويه نفسها هي عمليه فيزيائيه بتنقل الحراره من السطح الساخن للطاسه فبتسخن الاكل. المهم عشان ما نكلكعش المواضيع، فهنا لو انت شوحت البصل اكتر مني شويه البصل هيبقى طعمه مسكر اكتر من البصل اللي انا بعمله، فهيدي تيست مختلف. فانت دلوقتي عندك مثلا في الكشري مثلا 25 خطوه وانا عندي في الكشري 25 خطوه، انت الطبق بتاعك ممكن يطلع مختلف عن الطبق بتاعي 25 مره. فاهم قصدي؟ عشان في كل خطوه انت هتحمر ممكن قد ايه، هتسلق المكرونه قد ايه، طب العدسه هتعمل فيه ايه، مع انك مستخدم نفس المكونات بالظبط وانا مستخدم نفس المكونات بالظبط، لكن اختلاف الترتيب
واختلاف وقت التسويات المكونات اللي انت بتسويها هيفرق في الطعم في النهايه. برضو اللي معروف في مجال الشيفات او مجال الطبخ ان الرجاله اشطر من الستات. برضو مؤمن بالقصه دي ولا؟ مش عايزين نخبط طبعا في الستات، لا احنا ما بس نقدرش نخبط بس في بس الستات دي طبعا. ده فاكت يعني. اشهر الشيفات في العالم رجاله. خليني اقول لك انا شايف الموضوع ده ازاي. ايه بقى السر؟ انه كتير من طبعا في ستات شاطرين جدا في الطبخ ومشهورين، بس الاشهر والاكتر هم الرجاله. السبب من وجهه نظري انا ملوش علاقه بمهاره الست كست ومهاره الراجل كراجل، لا، هو ليه علاقه بانه المتعارف عليه في كتير من الاماكن يعني في العالم انه الست هي اللي بتعمل اكل، وده جزء من الحاجات اللي هي بتبقى شاطره فيها وبتعملها، فبتعملها لاسرتها او لاهلها او لاولادها او روتين لجوزها او عندها. لاخواتها. فهي بتعمل ده علشان ده واحد من المهام المطلوبه منها، المجتمع طلب منها كده فبتعمل ده. الراجل عشان مش مطلوب منه ده فلما بيعمله يعني ايه مخمخ فيه يعني. بالظبط. فهو لو دخل المطبخ يبقى هو شغوف أيوة. فهيطلع المظات. خلينا نروح برضو لحته لطيفه جدا، وهي المواقف بقى اللي انت قابلتها في حياتك. ايه اكيد عدى عليك مواقف مش هتنساها، سواء طريفة او مؤلمة. قول لنا كده ايه اكتر موقف. خلينا في الطريف الاول. اكتر موقف كوميدي حصل لك مثلا. الحاجات الطريفه جدا مثلا مره جات لي مكالمه على الهوا، شخص بيطلب طريقه عمل البيض المسلوق. البيض المسلوق. البيض المسلوق يا ريته ما اتكلم. ما بس انا كان بالنسبه لي برضو ما انت ما تعرفوش ومش شايفه برضو في نفس الوقت، هل هو فعلا عايز يعمل بيض مسلوق وعايز يعرف ولا الطريقه بيقلش. الصحيحه، اصل في ولا- طريقه صحيحه لعمل البيض المسلوق، ولا هو بيتصل يهزر. اوكي. فمحتاج طب وجاوبته بقى ولا قلت له؟ جاوبته. ما انت بقى النقطه فين ان انت في المواقف اللي زي دي او الطريقه اللي انا بستخدمها يعني بتحاول تستخدم. انت تاخد منه اللاين وتبتدي انت فكره عبقريه. عملت تقول لهم بصوا يا جماعه البيض المسلوق ليه 3 تسويات مختلفات. حلو، في بيض مسلوق هارد بويلد ايج، وفي نص نص، وفي بيض سائل. أوكي. اعملوا 1 2 3 4. فانت طلعت محتوى من القلشه اللي جايه لك، يعني واحد جاي يقلش عليك او جاي يهزر او جاي مش يعني فاهم قصدي. أيوة، انت ممكن فتردها تاخد له. منه بالظبط، خد منه وطلع حاجه كويسه. طيب نرجع تاني للحته برضو مهمه جدا، وهي حته المعرفه. كنا بنتكلم روشيتا بقى من حد محترف في الحته دي زيك. اي حد حابب سمع التجربه بتاعتك زي ما انت قلت، طبعا مش شرط يكوبي بيست التجربه طبعا. دي او يعمل نفس اللي صح. انت عملته، لان مش ظروف الناس كلها زي بعض. بس لو عايز حاجه ان يبقى في حاجه ستاندر، خصوصا في التعلم او في ازاي تبدا تتعلم الطبخ وتحط نفسك على الطريق وعلى التراك ده. خليني اقول لك حاجه مهمه جدا واحنا رايحين نتعلم طبخ. خلينا نفرق ما بين حاجتين موجودين في السوق. فانت عندك في السوق تعليم وصفات وتعليم مهارات. حلو. حلو قوي. يعني ايه تعليم الوصفات؟ يعني هروح اتعلم ازاي اعمل البيتزا، كتاب قبل نظير. او هروح اتعلم ازاي اعمل سوشي. ده مش للشيفات المحترفين، ده للهواة. حلو. لو انت عايز تبقى شيف محترف محتاج تتعلم المهارات، مش مهم الوصفه. انا اهو شيف وبقول لك مش مهم الوصفه. يعني ايه مش مهم الوصفه؟ يعني انت محتاج تتعلم المهارات اللي من خلالها تعرف تعمل الوصفات المختلفه اي حاجه تبقى عايز تعمل. بالظبط. خليني اديك مثال، انت ممكن تروح تدرس لمده شهر عشان تتعلم كيفيه عمل البيتزا. اوكي. او ممكن تختار كورس تاني اسمه اساسيات الخبازه. ان جنرال. بالظبط. اوكي. لو خدت اساسيات الخبازه هتخبز اي شيء، بيتزا، هتعمل عيش، هتعمل كرواسون، هتعمل اي شيء. فانا نصيحتي للي عايز يبقى محترف في مجال الطهي ان هو يتعلم المهارات مش الوصفات. الوصفات موجوده على الانترنت، الوصفات موجوده في كل مكان، لكن اللي انت محتاج تتعلمه هو المهارات. فبتتعلم ازاي، اسمها كوكينج فاندمنتالز او تكنيكس. بتتعلم، بيبقى الدرس كده انه النهارده هنتعلم التحمير، فيتعلم درجه الحراره المناسبه، انواع الزيوت المختلفه، ازاي نحمر الاشياء. مش مهم ايه الاشياء دي، مش شرط بقى ازاي تعمل انت بقى بعد كده انت لما تخلص دراسه حمر اللي انت عايز تحمره. فاهم قصدي؟ الطبخ في النهايه هي وجهه نظر. فاهم قصدي؟ فخلي الوصفات على جنب، اتعلم الطبخ نفسه، ازاي بنحمر، أساسيات. ازاي بنشوح، ازاي بنقطع، ازاي بنقلي، ازاي بنسلق. كل ده بيأثر على نتيجة الطبق في النهاية وبيطلع اوتكم مختلف لو انت بتعمله صح. الوصفات بقى نفسها نصيحتي انه
خليها تطلع من جواك. اتعلم، ممكن برضو تروح يعني، بس ما يبقاش هو التركيز كله على ان انا اتعلم وصفات. كيفيه عمل المكرونه بالبشاميل، لا. تعال نتعلم ازاي نسلق فتسلق المكرونه صح. خلينا نتعلم ازاي نشوح فتعمل صوص بولونيز حلو. بعد كده جمع ده مع نفسك عادي. حلو. ايه اكتر موقف محرج اتعرضت له يا شريف في حياتك المهنيه؟ والله في مواقف مختلفه في اماكن مختلفه، بس خليني احكي لك يعني برضو من المواقف الطريفه. انه مره كنت بعمل صوص اسمه هولنديز. الهولنديز ده بيتعمل بصفار البيض، ولازم على درجه حراره معينه وتقلب باستمرار، لانه ممكن يستوي زياده ويخرز ما يبقاش كريمي. انا عملت الصوص ده آلاف المرات حلو. وبينجح كل مره. ففي مره وانا بعمل الطبق ده على الهوا، الصوص خرز. خرز اللي هو يعني ايه يعني استوى زياده. اوكي. فصفار البيض استوى زياده فبقى مكتل، فما بقاش ينفع نسميه جامد. هولنديز صوص. وانا على الهوا مش حلقه متسجله هعرف اعيد الجزء ده. والمخرج قطع على الكلوس اللي جايب الهولنديز صوص البايظ. فانا فعلاً؟ محتاج اقول حاجه، اه لازم تقول حاجه، فاهم قصدي؟ عملت وفي نفس إيه بقى؟ الوقت يعني الامانه هتخليني ما اقدرش اقول للناس ان هو كده حلو، ان هو مش حلو في الحقيقه. صحيح. فكان هنا الحل بقى، او كموقف محرج كان الحل ان انا اقول للناس بصوا يا جماعه، دي الطريقه اللي بتبوظ بيها الهولنديز صوص. قلشت على نفسك. علشان تعمل هولنديز صوص محتاج تتجنب ان انت تحطه على النار بالشكل ده وتخلي درجه حراره كذا. فاحنا كده عرفنا ازاي الهولنديز صوص بيبوظ. تعالوا نعمل واحد بقى مش بايظ ونشوف ازاي هنطلع واحد ناجح. بس ده this is very smart way منك، يعني ان انت يعني انت قلبتها. حاولت الحق الموضوع قلبتها، بشياكه، فاهم قصدي؟ بس على الهوا الموضوع محرج. ايه اكتر اكله قريبه من قلبك انت بتحب تعملها؟ يعني لو قلت لك حابب تقوم تعمل ايه دلوقتي تقوم تعمل ايه؟ بص، هو مفيش اكله معينه، بس في فترات. يعني انا كل فتره، كل مثلا سنه او سنتين ببقى مفتون بحاجه معينه. فتلاقيني مثلا فتره مفتون بالقرنبيط، وعمال اتخيل القرنبيط في وصفات مختلفه وفي اطعمه مختلفه. فتلاقيني اجيب قرنبيط احمره، اجيب قرنبيط اشويه في الفرن، هو اعمل تعمله بشكل قرنبيط اشكال بيوريه مختلف. بالظبط. فانا بالنسبه لي ما بيبقاش وصفه على قد ما هو مكون، بيبقى المكون ده مسيطر عليا. لفتره مثلا كانت المسقعه، او مش مسقعه، كانت البتنجان قصدي. فكنت بحب كل الحاجات اللي بتتعمل بالبتنجان. فبحب اكل مقلوبه مثلا، بحب اكل مسقعه مصريه، بحب اكل، وهكذا طبخات مختلفه معموله من البتنجان. كل فتره بقى بيبقى عندي حاجه معينه مسيطره على تفكيري. في اكله ما بتعرفش تعملها بصراحه يعني. او ما يعني بقول لك، مش عايز اقول لك ما بتعرفش تعملها، بس تقيله على قلبك لو حد قال لك هنعمل كذا. اكيد اكيد. خليني اقول لك على حاجه. يعني حتى انا او غيري من الشيفات اللي هم محترفين مهنه الطهي، انت بتبقى عارف، لو انت محترف انت عارف كل الاشياء بتتعمل ازاي. حلو. بس الحاجه اللي انت ما عملتهاش قبل كده هتبقى بالنسبه لك صعبه، والحاجه اللي انت ما عملتهاش كتير هتبقى بالنسبه لك مش سهله. أوكي. وكل ما كان الطبق ده او الطبخه دي او المطبخ ده انت بتعمل الاكلات بتاعته، كل ما كنت اشطر. فمثلا ايدك فيه يعني. بالظبط. فمثلا انا ما عملتش قبل كده اكل من امريكا اللاتينيه، سيبك من التاكوس والناتشوز والحاجات والتشيلي كون كارني والحاجات المتعارف عليها، بس ما عملتش حاجات في صميم المطبخ ده. فبالنسبه لي مش صعب، لكني مش عارف كفايه، محتاج اتعلم اكتر، محتاج اتعمق اكتر لو انا محتاج اعمل كده او لو انا عايز اعمل كده. اوكي. في حاجه بتميز كل شيف عن التاني، ولا الموضوع كلها زي ما انت قلت كده في خلال الحلقه، الموضوع طريقه وتسويه والسنس ده هو اللي بيفرق؟ خليني اقول لك ان الطبخ وجهه نظر. فانت الطبخ نفسه هو وجهه نظر انت بتقدمها للشخص اللي بياكل، وبتاخد من انطباعات وجهه ساتسفاكشن كده معين، هو ده عجبه الطبق او ما عجبوش وهكذا. بس في حاجات تانية برضو بالنسبه لي مهمه جدا، وهي القيم اللي لازم تبقى عند كل شخص. ومش لازم تبقى نفس القيم عند كل شخص، بس انا عندي مجموعه من القيم. يعني مثلا انا عندي مثلا احدى القيم اللي انا بهتم بيها جدا، وهي الاستدامه او السستينابيليتي. حلو. ان انا قدر المستطاع ابقى عندي وعي بالخامات اللي انا بستخدمها وبالبيئه اللي حواليا. فبقى عارف انه ازاي هستخدم مكونات ما بتضرش البيئه، ازاي ان انا هطلع اطباق من خامات مش غاليه قوي، ازاي هقلل هدر الطعام، ازاي لما اجي اعمل منيو كده المنيو ده يكون الاطباق بترد على بعض. هعمل طبق بيف فيليه الفيليتو،
لما اقطع قطعه الفيليتو الحلوه دي هيبقى في حته تانية شكلها مش حلو، مش هنرميها، هناخدها نفرمها ونحطها مش عارف ايه، او هنقطعها بشكل معين ونعملها ستروجانوف، او هناخدها زي ما هي كده نعملها شاورما، ايا كان. أوكي. مش مهم الطبق ايه، المهم انه دي قيمه بالنسبه لي كبيره جدا، تقليل هدر الطعام، السستينابيلتي والاستدامه. فممكن يكون منهجك اللي انت بتسلكه بالظبط. كشيف هو ده اللي بيفرقك عن حقيقي بقيه الناس. جدا بالظبط. اوكي. طب ايه، انا جعت، وانا كمان. ما تيجي نضرب حمام بقى؟ طعميه، انا كنت طعميه؟ لا انا قلت حمام بقى، انت بتحب الحمام بقى. حاسس ان احنا دلوقتي في وقت الطعميه. طعمية. خلي بالك برضو انا عندي الموضوع ده جدا، لا هو او اعتقد الناس كلها عندها نفس الفكره دي، انه انت يعني الكريفنج للاكل ما بيبقاش ليه كده باترن معين، ما بتبقاش عارف ايه اللي بيحصل، بس انت ايه ساعات كده يهف عليك الشوق نفسك تاكل بيتزا، او يهف عليك الشوق تخيل دلوقتي هناكل دلوقتي جوز حمام كده، او لا انا دلوقتي حاسس ان انا عايز اكل طعميه مش عارف ليه، بس يمكن عشان النهارده الجمعه. ممكن عشان النهارده الجمعه، يمكن بس ده حقيقي. وخلاص عشان كمان الوقت صحيح. داخلين على ده وقت حقيقي، الصلاه. ده حقيقي. انا اتشرفت بيك يا شريف بجد، نورتني، كانت حلقه جميله وزي ما مبسوط قلت جدا. كده يعني هي جوعتنا شويه، بس يعني هنصلي ونروح نضرب حاجه جامده بقى مع بعض ان شاء متشكر الله. لاستضافتك جدا، انا وانا اشكرك استمتعت جدا. بالحوار الشيق اللذيذ ده. ربنا يخليكوا يا رب، كده الناس تستفيد كمان من تجربتك الشخصيه ومن النصايح اللي انت قلتها، ونبقى قدرنا somehow ان احنا نحط الناس على التراك، الناس اللي عندها شغف الطبخ وعندها شغف حقيقي. ان هي تمتهن الموضوع ده بشكل كبير، ان هي تبقى اون تراك. واسمح لنا برضو نبقى احنا حلقة الوصل لو حد سألنا على الصفحة او كده، ودي برضو رسالة لكل حد بيسمعنا، لو حد حابب يسألنا على حاجة في تكنيك الطبخ او المدارس او الكورسات، نستأذنك لو نقدر نوصله بيك، 100% بحيث نبقى طبعاً. ريفرنس وتبقى ريفرنس للناس دول يعني. يلا بينا. ربنا يخليك، ثانك يو يا شريف ونورتني. شكرا يا تسلم يا حبيبي. باشا.